تعالوا النهارده بقى كده نعمل المكمورة الأردنية. هم مشهورين بيها في الأعياد، بيعملوها كتير وكمان في رمضان. الوصفة دي مميزة عندهم جدا، وكمان شكلها جميل جدا وطعمها أحلى بكتير. شايفين بقى أنا كمان بقطع لكم كده القطعة بتاعتها، وكمان هي شتوية أكتر، يعني وصفة كده تحفة تحفة. شايفين بقى شكل القطعة من جوه عاملة ازاي، وكانت سخنة جدا لسه طالعة من الفرن. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. يلا نروح على الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة بجيب هنا كيلو الا ربع من الدقيق. طبعا بيكون فيه كوبايتين من الدقيق الاسمر، والباقي بيكون الدقيق الابيض العادي. بنزل عليه بقى بمعلقة من الملح، وبنزل ب3 معالق من حبة البركة او الحبة السوداء، وبنزل عليهم كمان ب3 معالق من السمسم بالشكل ده. وبعدين بقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، وبنزل عليهم كمان بنص معلقة صغيرة كده من الكركم. طبعا احنا في العجينة ولا استخدمنا بيكنج باودر ولا خميرة ولا اي حاجة خالص. وهبدأ بقى كده انزل بمية دافية للعجن، طبعا حسب ما هياخد معاكي الدقيق مية. انا اخد معايا هنا كوبايتين، لان انا عايزة عجينة ولا متماسكة ولا لينة قوي، حاجة كده متوسطة، وكمان تكون ملمسها ناعم جدا. فانتي اهم حاجة الخطوة بتاعتك هنا، خطوة العجين، لازم تعجين العجينة بتاعتك لمدة 10 دقايق اقل حاجة، لغاية اما تلاقي كده العجينة بتاعتك ملساء وناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنسيبها بقى ترتاح نص ساعة على الاقل. بعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه. هنجيب هنا حلة هنحط فيها بصلاية كبيرة متقطعة، وهنضيف فيها كمان لومي وورق لوري وحبهان، وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي منزوعة من الجلد ومغسولة كويس جدا. طبعا اي كمية فراخ انتي حابة تستخدميها استخدميها. شايفة بالشكل ده. كمان في ناس بتعمل الوصفة دي بيحطوا البصل مع الفراخ وبيسيبوهم يستووا كويس جدا، وبعدين بيفصصوا الفراخ وينزلوها تاني على البصل. وفي ناس بتعمل برضو بالطريقة اللي انا بعملها لكم دي. اهم حاجة هنا احنا كل اللي عايزينه ان احنا هناخد بس اللحم بتاع الفراخ. هسيبها بقى كده تستوي كويس جدا، وطبعا هنزل عليها هتبلها بقى كده بملح وفلفل اسمر ورشة صغيرة كده من بهارات الفراخ ورشة كركم صغيرة. دي كل التوابل اللي هتنزل على الفراخ، وكمان ما تنسوش معلقة ملح. شايفين اهو. طبعا اول ما تبدأ تغلي معاكي الفراخ لازم تشيلي الريمة بتاعتها علشان تبقى ريحة الفراخ كويسة. طبعا الفراخ كانت عندي استوت، جبت هنا بقى حلة نزلت عليها بكوباية من زيت الزيتون. الوصفة دي بتاخد زيت زيتون كتير. تمام كده. بنزل عليها كمان بكيلو بصل متقطع كده جوليان او مكعبات تكون كبيرة شوية علشان ما تدوبش معاكي في التسوية قوي. هبدأ بقى اقلبها شوية كده لغاية ما تدبل. انا مش عايزاها تستوي، عايزة البصلة بس كده تصفر وتدبل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى عليها هنا بالفراخ بعد ما فصصتها كده شرايح رفيعة او فككتها من بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هقلب شوية كده، وبعدين بقى هنا في المرحلة دي بقى هبدأ اتبل الفراخ مع البصل. طبعا هنا بنضيف كمون علشان البصل، بنحط بقى معلقة كده من الكمون، وبننزل عليها كمان بمعلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسمر، وبننزل عليها كده بمعلقة صغيرة من الكركم. دي التوابل كلها. في ناس بتحط سماق وفي ناس لا، بس هي كده طعمها كان لذيذ جدا يعني بالتوابل البسيطة دي. وهتضيفي بقى عليها شوية من شوربة الفراخ، المرقة بتاعت الفراخ، علشان تسوي معايا البصل وتدوبه شوية. شايفين انا حطيت كل البهارات اللي قلتلكوا عليها، الملح والكمون والفلفل، وكمان شوية كده من الكركم صغيرين، وابتديت اسيبهم بقى على نار هادية هنا كده بقى ياخدوا ويدوا مع بعض. نروح بقى ناخد العجينة بتاعتنا. اول حاجة كده بنقطع قطعة كبيرة الاول، علشان دي هتبقى الفرشة الاولانية بتاعت الصينية، فلازم تبقى كبيرة. بعد كده بقى بنقطع كل الكور الباقية بقى صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين طبعا حسب بقى ما انت عايزة تعملي الصينية بتاعتك بقى كبيرة صغيرة عالية، السمك بتاعها رفيع شوية، ده حسب بقى راحتك. هبدأ بقى كده الم العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا اول قطعة زي ما قلتلكوا دي بتبقى كبيرة، وباقي القطع بتبقى صغيرة. هجيب بقى اول قطعة بالشكل ده، هفرد بقى بالزيت زيتون. يبقى انا هنا حطيت زيت زيتون في البصل، وهفرد كمان العجين بزيت زيتون. شايفين هبدأ افردها بالشكل ده. وطبعا كل شوية تحطي حبة زيت زيتون علشان تفرد معاكي اسرع، وتفرد معاكي يعني تبقى بسمك رفيع. شايفة بالشكل ده.
بتاخدي بقى كده العجينه من جوه لبره من جوه لبره لغايه ما بتفرد معاكي كويس جدا. عايزه اقول لكم كمان ريحه العجينه مع حبه البركه مع السمسم كلها فوائد ما شاء الله جميله جدا. شايفين بالشكل ده كده هبدا بقى افرد كويس جدا لغايه اما اوصل للسمك والرفع ده، ولغايه اما اوصل كمان لحجم الصينيه بتاعتي اللي انا هحط فيها. شايفين جبت بقى الصينيه بتاعتي دهنتها بزيت زيتون برضو وابتديت احط العجينه بتاعتي بالشكل ده. هنا بقى كان البصل بقى داب مع الفراخ وتشربوا كده من بعض ومع التوابل، وابتديت بقى ارص كده طبقات من الفراخ بالشكل ده. طبعا الطبقه اللي من تحت دي حسب ما انت عايزه بقى، ممكن تحطي رق بصل وبعد كده رق فراخ اللي يريحك، بس هي كده كانت جميله جدا الاتنين مع بعض. بعد كده بقى هجيب كمان الحتت الصغيره هي او الكور الصغيره اللي احنا قلنا عليها، فردتها بالشكل ده وابتديت اغطي بيها الطبقه اللي في النص اهو. شايفين بالشكل ده، يبقى بين كل طبقه وطبقه وراق وراق هنضيف عليه كمان رشه من زيت الزيتون، وهنزل عليهم كده بالفراخ مع البصل. شايفين بالشكل ده. هبدأ كده طبعا افرد كويس، وبرضو هكرر الموضوع ده لغاية بقى مخلص كمية العجين اللي عندي وكمية الفراخ بتاعتي. كده بعد ما خلصتها خالص قفلت بقى الجناب عليها، طبعا لقيتها متفتحه شويه من فوق، فاخدت كده اخر طبقه وابتديت اغطيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هتدخليها الفرن على درجه حراره 200، هتاخد معاكي تقريبا ساعه ونص في الفرن لغايه ما تستوي وتطلع بقى لونها بالشكل اللي انت عايزاه. طبعا احنا بنديها فتحات كده بسيطه علشان ما ترتفعش معايا من جوه وعشان كمان تستوي. هي اسمها المقموره فلازم تتكمر كويس جدا. شايفين كده بقى بعد ما اخدت وش، طبعا ده الجزء ده اللي بيبقى من تحت، والجزء التاني اللي بيبقى من فوق بقى. احنا طبعا قلبنا الصينيه على صينيه تانية. شايفين بقى شكلها ولونها حاجه كده ما شاء الله، وريحتها كمان تحفه تحفه تحفه. اقطع لكم دلوقتي قطعه ونشوف شكلها عامل ازاي. شايفين طبعا هي كانت لسه سخنه جدا، المفروض كنت اسيبها تبرد شويه. شايفين بقى الجمال، حاجه كده تحفه. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.